عملنا حبايبي الكحك المقدوح، دلوقتي هنعمله كحك على البارد. طبعا سمنه بارده خالص، مش مسخنينها ولا حاجه، دوبك بس مسيحينها. هجيب هنا كيلو دقيق، هنا هحط كوبايه سميد. هنا بقى السر كله في كوبايه السميد دي، هيضاعف معايا الكميه، هيديني كميه حلوه، يعني كيلو دقيق هيعمل معايا كميه حلوه قوي. وحطيت معلقتين سمسم كبار، ومعلقه ريحه كحك، ومعلقه بيكنج باودر، و3 معالق لبن بودر. طبعا اللي مش عايز يحط لبن بودر ما يحطش. انا هنا طبعا ما بعجنش بلبن، انا بحط لبن بودر فما بعجنش بلبن، ورشه ملح. اقلب الخليط ده كله مع بعضه. طبعا انا كده كده السمنه بارده مش سخنه، احنا طبعا عملنا السمنه المقدوحه فجاي نعملوها على البارد. هنا يا دوبك بس السمنه مفكوكه، طبعا انا همسكها بايدي هتلاقوها برده خالص مفيهاش اي حاجه اهي. بصوا طبعا انا ماسكاها. طبعا هفضل اقلبه، اهم حاجه هنبسه الكحك كويس جدا. طبعا السمنه دي طبعا احنا اللي بنحطوه، اللي عايز يحط بلدي يحط، اللي عايز يحط عادي يحط، اللي عايز يعمل خليط بين اي حاجه. كل واحد على قد ظروفه بنقدروا نعمله، دي ظروفنا طبعا واحنا اللي بنقدروا نتحكموا فيها. يعني انا ممكن انا بعمل سمنه ممكن احط معلقتين سمنه بس بلدي، ممكن ما احطش خالص، يعني في اوقات كتيره بحط السمنه العاديه ما بحطش سمنه اصلا بلدي، والحاجه الحمد لله بتطلع زي الفل، لان دي حاجتنا احنا واحنا اللي عاملينها بايدينا احسن من 100 مره من بره. طبعا ان انا ببص طبعا العجين. طبعا بصوا السمنه بارده، وكوبايه السميد هتفرق معاكي جدا في الوزن، يعني هتفرق معاكي الدقيق، هتديكي كميه اكبر، وبتبقى كده مخربشه وطعمها جميل جدا. انا طبعا بس عشان خاطر الدقيق كله اتغلف من السمنه. وهنا انا احتاجت 550 جرام سمنه، وحطيت عليهم معلقتين كبار، طبعا عشان انا هنا ضايفه سميد فانا زودت السمنه، يعني بالكوبايه 3 كوبايات الا ربع. وهنا حطيت كوبايه الا ربع ميه، وهحتاج ربع كوبايه ميه تاني. طبعا هنا مع الخميره انا بقلب بس، طبعا بقى ما ينفعش نعجنه، بنلم الميه بس اللي احنا حاطينها. بس يا حبيبي انا بلم بس. هنا طبعا بفضل الم. فاضل كده انا حاطه كوبايه الا ربع ميه، هحط بقيه ربع الكوبايه. بس طبعا العجينه الحمد لله مش مشققه ولا اي حاجه. انا هقطعها كرات كده صغيره، هقطع طبعا الكميه بتاعتي كلها. وطبعا كيلو دقيق هيعمل معايا كميه كبيره جدا، يعني لو اشتريناه من بره هيعمل اقل حاجه 3 كيلو. طبعا انا هنا كنت عامله بملبن، دلوقتي هعمل بعجوه. طبعا برضو العجوه انا حاطه فيها شويه مكسرات، اللي مش عايز يحط برضو يحط العجوه بس كده، ما فيهاش حاجه، يعني الحاجات دي على قد ظروفنا احنا بنعمله. بس طبعا العجينه طريه جدا وجميله. بس حبيبي طبعا عمل معايا كميه كبيره جدا الكيلو، وده كيلو دقيق بس والله، فطبعا عمل معايا كميه حلوه. ولو حطيتي كوبايه سميد فعلا هتفرق معاكي. طبعا اللي فات ما حطيتش فيه سميد، ده انا حطيت فيه سميد. يبقى انا حطيت معلقتين سمسم كبار، كوبايه سميد، 3 معالق لبن بودر، ريحه كحك، وبيكنج باودر، وخميره.
وطبعا انا مش عاملاها كبيرة اوي، انا عاملاها صغيرة، وهتفرق معاكي ايه في الحجم. طبعا العجينة طرية جدا وجميلة. طبعا بصوا بصموا حبايبي، مش مشققة، والحمد لله العجينة ناجحة جدا. يبقى احنا مقاديرنا، لو انت عايزة لما تحطيش سميد هتحطي 500، عايزاها يعني مش ناعمة اوي حطي 500 جرام سمنة، عايزاها ناعمة 550 جرام. طبعا على حسب الحاجة اللي احنا بنعملوها، انا هنا بحبها ناعمة شوية، انا عشان كده بزود السمنة، بس طبعا عمل كمية كبيرة جدا. وطبعا انا بعمل بالبصمة بسرعة. طبعا عايزة تنقشي نقشيها، ممكن بقى نعملها بأي طريقة. في ممكن انا كنت الاول برضو ممكن اعمل بالسكينة بتاعة الشيبسي، بس طبعا بسم الله ما شاء الله. بصي الكيلو عمل معايا قد ايه، شايفين يا حبايبي؟ طبعا عمل معايا كمية حلوة قوي، والعجينة ناجحة جدا. جربوها كده بالسميد برضو هيعجبكم. جربي يا حبيبتي تحطي كوباية السميد، جربي برضو. عايزة تجربي في نص جربي، بس بسم الله ما شاء الله. طبعا المعمولة ناجحة جدا جميلة. طبعا بسم الله ما شاء الله. بصوا الكمية قد ايه من كيلو دقيق، يعني لو هنشتروا من بره دول اللي هيعملوا اكتر من 3 كيلو، يبقى احنا وفرنا كتير وعملنا الحاجة بايدينا وبنظافتنا. وكل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله.